في اوبشن مهم جدا لازم ناخد بالنا منه. انت وبتعمل اعلانات ممولة انت تقدر تعرف استهداف المنافسين بتوعك على الفيسبوك. يعني انت لو ليك منافسين وانت تعرفهم، او في اعلانات بتظهر لك بالفعل، وده طبعا بيحصل اكيد معاك، للمنافسين بتوعك او المعلنين اللي هم بيعلنوا على نفس منتجاتك او خدماتك. فانت ازاي تعرف عن طريق الفيسبوك الاستهداف بتاع المنافسين دول؟ يعني هم حاطين ايه اهتمامات للجمهور، هم مختارين الجمهور بتاعهم الجنس بتاعه ايه، هم مختارين عمر الجمهور ايه، ايه هو الموقع اللي هم مختارينه للجمهور بتاعهم. ده كله اسمه الاستهداف بتاع المنافس بتاعك. هل انا اقدر فعلا اعرف استهداف المنافس بتاعي للجمهور بتاعه؟ اكيد طبعا الموضوع ده لو انا قدرت اعرفه هيفيدني جدا في اعلاناتي الجايه، لان انا ممكن ادخل مثلا عند منافس ويكون المنافس ده بيحقق نتائج كويسه، فبالتالي انا اقدر اعرف هو بيستهدف مين بالظبط. تعالى دلوقتي اشرح لك من على الشاشه ازاي تقدر تعرف استهداف المنافس بتاعك وهو بيستهدف مين بالظبط. يلا بينا عشان ما اطولش عليك في المقدمه نروح للشاشه عشان اشرح لك كل حاجه عملي بتفصيل. لما نيجي نفتح اكونت الفيسبوك بتاعنا طبعا في اعلانات ممولة بتظهر لنا كتير، وليكن مثلا الاعلان اللي قدامنا ده احنا عايزين نعرف الاستهداف التفصيلي بتاع صاحب الاعلان، يعني هو كاتب ايه في الاستهدافات بتاعته. فبنيجي في الثلاث نقط اللي قدام الاعلان بنضغط عليهم كده وبننزل تحت نلاقي حاجة اسمها لماذا ارى هذا الاعلان. طيب لو انا عايز اعلان ممول معين غير ده يعني، فانا ببحث عنه هنا في البحث وبكتب مثلا الصفحه بتاعه الاعلان او المنتج او ايا كان. اول ما يظهر لي الاعلان باجي بنفس الطريقه كده بضغط على الثلاث نقط اللي قدام الاعلان واختار لماذا ارى هذا الاعلان. بعدين بلاقي في حاجه هنا اسمها اختيارات المعلنين، فلو ضغطت على اختيارات المعلنين بالطريقه دي هيجي لي طبعا الاستهداف التفصيلي او الاستهدافات التفصيليه اللي كاتبها صاحب الاعلان. يعني لو ضغطنا على اول حاجه كده هلاقي ان هو مختار هنا اعلان تسويق، اعلانات على الانترنت، تسويق رقمي، تسويق على وسائل التواصل الاجتماعي، وهكذا. دي كل الاستهدافات التفصيليه اللي هو كاتبها. طيب لو ضغطنا عليها كده تاني برضو وضغطنا على لماذا أرى هذا الإعلان وضغطنا على اختيارات المعلنين هلاقي برضو ان هو مختار هنا ان العمر بتاع العميل يكون من 18 سنة واكبر من كده. طيب لو جينا نزلنا تاني برضو عشان نشوف اعلان تاني من الاعلانات اللي على الصفحة، فهنلاقي مثلا وليكن الاعلان اللي قدامنا ده، فهنضغط على الثلاث نقط دول وهنختار لماذا ارى هذا الاعلان وهنضغط برضو على اختيارات المعلنين. هلاقي ان الاهتمامات اللي كاتبها في الاعلان صاحب الاعلان ده هما الاهتمامين دول بس، تصوير وتصميم طبعا. وهلاقي برضو ان هنا هو مختار العمر بتاع العميل من 19 لحد 53 ومختار الموقع طبعا جمهورية مصر العربية. يبقى احنا كده نقدر نعرف اي اعلان ممول بيظهر لنا ايه هو الاستهداف اللي مكتوب في الاعلان، او صاحب الاعلان ده مستهدف مين بالظبط، سواء كان اهتمامات او عمر او موقع.